السلام عليكم. تعالى اقولك ازاي تطلعي بيتزاية محشية الاطراف، كمان تكون بسمك رفيع جدا جدا، وكمان من غير ما تتقطع منك ولا تفردي ولا نشابة ولا دقيق ولا الغلبة دي كلها. تعالى اقولك وتابع معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو مليان اسرار. شايفة سمك البيتزاية رفيع قد ايه؟ كمان عجينة طرية وملمسها ناعم وخفيفة جدا. اول حاجه هحضرها وان احضر الخميره، وهي عباره عن نص كوبايه من الميه عادي بدرجه حراره الغرفه، وكوبايه من الدقيق، و2 جرام من الخميره، ومعلقه من السكر، وقلنا كوبايه من الدقيق. هقلبهم مع بعض كويس. والخميره دي ليها فيديو مستقل، في تركات كتير قوي وطريقة تحضير مختلفة تماما. علشان مقدار الخميرة انا استخدمت 2 جرام خميرة، يعني حوالي ذرة على طرف المعلقة، فده كده بالنسبة لخميرة البيتزا قليل جدا. لكن ده سر معايا كبير قوي قوي في نجاح الوصفة، وان هي خلت لي سمك العجينة ما يزيدش في الفرن، ويبقى زي ما انتوا شفتوا كده هتختمر. وانا قلت لك هسيب لك الفيديو التاني في اول تعليق علشان تستفيدي منه قوي، وعلشان ما يطولش معاكي الفيديو هنا. حطيت عليها وسبتها تختمر في مكان دافي. اول ما اختمرت كانت بالقوام ده، و2 جرام خميره بس هما اللي وصلوني القوام ده كده. وانا كمان مش هخمر تاني بعد العجن. كانت العجينه كده ما شاء الله مظبوطه. او الخميره، لو في الشتاء هتبقى 5 جرام خميره، ولو في الصيف هيبقوا 2 جرام كفايه. كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، والخميرة اللي انا حضرتها. واستخدام مقدار قليل من الخميرة هو اللي بيخليها انك بتدخليها الفرن بتطلعلك زي ما دخلتيها، ما بتزيدش معاكي وما تسيبهاش تختمر كتير عكس معجنات تانية كتير. بعد كده هضيف لها كوباية من اللبن الرايب او من الزبادي، وكوباية من الحليب او من المية برضو، يعني اي سوائل. المهم ان السوائل هتبقى على الكيلو دي كوبايتين من السوائل. وهتقلبيها كويس. ولما تلم معاكي العجينة كده مش لازم تعجنيها كتير، انتي بس سيبيها تريح دقيقتين على ما تحضري المكونات. وفي الاخر حطيت معلقتين من الزيت الم بيهم العجينة، سبتها تريح وغطيتها شوية عشان تريح، واشتغلت فيها على طول لحد لما العجينة تريح. حضرت المكونات وجهزتها على جنب، وبدأت ان انا شايفين عجينة، ما انا معجنتش كتير، وكل المعجنات انا معجنش فيها كتير. انا بس بديها فرصة ان هي تريح على ما بحضر حاجة تانية. العجينة بتلزق لكن متماسكة وتقيلة. هقطعها الاحجام اللي انا محتاجاها ولا انا عايزاها على حسب مقاس الصواني اللي عندي. عملت منها ميني بيتزا وصينية كبيرة. اقطعها الكور المقاس اللي انا محتاجاه، وهسيبها تريح دقيقتين 3 بس. يعني انا لما بخلص خطوه ببدا في التانية على طول، ما بيكونش فيه فاصل. بغطي العجينه كويس بالزيت وبغطيها بحاجه علشان وشها ما ينشفش. الدقيقتين الخميره والعجينه بتريح فيهم بكون محضر صلصه البيتزا، ولازم تبقى بارده. معايا معلقتين من الصلصه، اي نوع صلصه عندك، عليهم فص من الثوم، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الزعتر. اقلبهم كلهم كويس مع بعض وهسيبهم على جنب. وكده صلصة جاهزة. وكمان ما ننساش معلقة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي موجود. هحضر الصواني. هحضر الصواني اللي هشتغل فيها، ولازم تبقى مدهونة طبقة كويسة من الزيت. هنا تركية مهمة قوي، وان ايه هو انك تفردي على زيت في الصينية، ما تفرديش بره على دقيق وترجعي عايزة تلمي العجينة تدخلها جوه الصينية تلاقيها بتتقطع منك، وجزء رقيق وجزء معايا تلاقيه تخين. افردي العجينه كويس قوي جوه الصينيه لارق سمك ممكن تبقي شايفاه، لحد لما تلاقي ان الصينيه باينه من رقه العجينه من تحت. لما تدهني الصلصه وزعي الجبن اللي موجوده نستو على شويه شيدر على شويه رومي اللي متوفر عندك، قطعيه وحطيه. دي الجبن دي كلها زي ما انت شايفه كده اصلا بواقي التلاجة. ميزة البيتزا ان هي بتلم اي حاجة وبيليق فيها اي حاجة وبتحطيها. شوية لحمة مفرومة، شوية فراخ متقطعين، اي حاجة بتحطيها بتحولها لحاجة حاجة جميلة. قفلي الجناب بالشكل ده زي ما انت شايفة الاول كده، وبعد كده بإدهني صلصة البيتزا. تقدري تحضري لو عايزة يعني تكلفيها اكتر، فتقدري تحضري الاطراف دي صوابع موتزاريلا او قطع كبيرة من الشيدر، بتبقى جميلة جدا فيها.
هخرم العجينة كده بالشوك علشان ما تترفعش في الفرن، وهدهن طبقة خفيفة جدا من صلصة البيتزا، وهوزع اي خضار موجود الاول قبل الجبن. قطع صغيرة من الطماطم، زيتون، فلفل، ضيفي اي حاجة متوفرة عندك. وبعديها ضيفي الجبن. لو حاسة ان الجبن بتاعتك بتحرق بسرعة زي مثلا الموتزاريلا، هتأخريها لنص التسوية، يعني لحد لما تاخد لون. بتطفي الفرن من تحت، وبعد كده بتطلعيها تحطي الموتزاريلا وتدخليها تاني. لكن بالنسبة للشيدر والرومي بيستحملوا الفرن. كمان لازم بيحتاجوا حرارة شوية على ما يسيحوا. نص المدة بطلع وبحط الموتزاريلا على درجة حرارة عالية. متلحقش يعني العجينة تنشف معايا، لازم تبقى درجة حرارة عالية. شايفين ما شاء الله سمك العجينة رفيع قد ايه. انا ما سبتش تخمير كتير، انا كل اللي اشتغلت بيه تخمير الخميرة الاولية بس، الجزء الاولاني، وكان فيه دقيق مظبوط من جميع الاتجاهات، وما شاء الله التسوية مظبوطة. نصيحة، لازم تروحوا تتفرجوا على فيديو تحضير الخميرة، لان هو اهم من العجينة، وهو كان السر في نجاح العجينة بالشكل ده كده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.